السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الجمال والجودة، أهلا بيكم في ذا بودكاست. هيكون معانا في البرنامج يا موزع، يا مستورد، يا صاحب محل، يا صاحب لاين، يا يوزر. معانا كل فئات مجتمع الفيب في مكان واحد، في برنامج واحد. ابقوا معنا. نجم حلقة النهاردة السيد عبده، شركة 3 ستار، لا تدور ولا تحتار. أهلا بيك. اهلا بيك يا شيخ. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. كله حلو. كله فل. سمعت إن أنت كنت في لبنان وخاربها. لا ما خربتهاش؟ رحلة عمل. رحلة عمل. عيب. أهم حاجة العمل. عيب. الأهم من الشغل. واحنا بنتقن عمل. أهم حاجة من الشغل، الأهم من الشغل تظبيط الشغل. الله. الله الله. نبدأ برنامجنا النهاردة بكسر التلج. هنمرح شوية وهنتكلم شوية. يلا نكسر. بعيد. يلا نكسره. يلا نكسر. مبدئيا احكي لي عن ايه اكتر موقف انت شايفه مضحك في الايام دي في سوق الفيب. مضحك ان الاصناف لسه نازله تتحرق. الاسعار قصدك؟ يعني مثلا صنف جديد مثلا لسه نازل يتحرق. اصلا الناس لسه ما استلمتش. المستوردين لسه ما استلموش. بس بتضحكني. طب انت شايف ان الموضوع ده ليه سبب؟ يعني ده كان نوع من انواع الدعايه. مثلا انا ممكن اعمل دعايه على منتج، فاضطر ان انا، او عايز اعمل دعايه لشركتي، فاضطر ان انا اضحي بجزء من مكسبي، او جزء بس مكسب، يعني ممكن مكسبي في سبيل الدعايه. ما هو ده ضرر لناس كتير. ما ده غلط. طب انت كشركه اوريدي بتستورد، مبدئيا شركه 3 ستار من الشركات اللي بتستورد هاردوير وليكويد، وكمان عندها شركه توزيع، وكمان عندها محلات. تمام. فانت عندك 3 اجزاء رئيسيه في الحدوته. اوريدي تمام. بتستورد، بتوزع، وعندك محلات. زي تمام. الفل. فانت شايف السوق من 3 وجهات نظر مختلفين. ده حقيقي. وجهة نظرك بقى في حتة الحرق دي مؤثرة على انهي طرف من ال3 اطراف؟ مع ان انا شايف ان انا لو يوزر في الحدوتة دي، فانا شايف ان انا اليوزر المستفيد. اكتر حاجة مستفيد. بالظبط. لكن هي المستورد بيخسر. المحل بيخسر. الموزع بيخسر. لا، ما هو انا لو صاحب محل هفهمك. انا دلوقتي شايف نفسي صاحب محل، فانا هاخد ليه بسعر غالي منك كمستورد او كموزع عشان اخسر؟ ما انا مش هاخد. يبقى يقفل محله. طب ما انا اقول لك منتج جديد مثلا اكس، منتج اكس، هو توزيعه مثلا جنيه. اوكي. تمام. الناس كلها مستلمه بجنيه. ماشي. انا كصاحب محل دلوقتي، انا بكلمك على اساس ان انا صاحب محل. انا كصاحب محل استلمت بجنيه، عملت عايز اعمل ماركتنج لمحلي واعمل شو لمحلي، بعت ب 90 قرش. فهيضطر باقي المحلات او جزء منهم يبيع ب 90 قرش ويخسر عشان المنافسه، عشان يفضل في الصوره قدام اليوزر، ويفضل منافس، يفضل كسعر وكجوده والكلام ده اللي هو يعمل الكلام ده. بس انا هقول لك على هو حاجه. كده السعر نزل برضه فكده خسر. هرجع اقول لك على حته مهمه. من اساسيات اليوزر بتاع الفيب داخل الموضوع ده، وهو عارف ان الفيب اقل ضررا من التدخين العادي. ده تمام. حقيقي. فهو مبدئيا هو مش يعني في يوزر، خلينا نتكلم. انت اتكلمت عن فئه معينه من اليوزر اللي هو بيدور على السعر الرخيص. في يوزر تاني، وانا لما كنت يوزر كنت واحد من الناس دي. الموضوع مش موضوع سعر على قد ما ثقة وراحة للتعامل مع المكان. يعني أنا دلوقتي رحت للفيب عشان هو أقل ضررا بس. تمام. فده خلاني أتعامل مع ستورز معينة إكس وواي وزد، المحلات الموثوق فيها اللي أنا ضامن إن هي بتجيب منتج أصلي. أوكي؟ طيب. فالنهاردة مثلا إكس فيب ستور. اكس فيب ستور ده محل من المحلات قريب مني، بيجيب منتجات اصليه. والله بيبيع المنتج ابو جنيه ده ب5 جنيه. حلو. بس انا واثق فيه، بتعامل معاه. فانا مش هيفرق معايا ان في محل في اخر الدنيا عامل عرض بجنيه
وما احنا عندنا يعني احنا ليه مركزين ودي وجهة نظري بصراحة، يعني ليه شايفين ان في اكس حرق، فالمفروض ان كلنا نركز معاه، مع ان واي شغال عادي جدا وزبونه بيجيله عادي جدا وما حرقش سعره. طيب لو انت في الموقف ده وعندك محل في المنطقة اكس ومحل في المنطقة واي، مم. تمام، فانت شايف ان انت تحرق زي اكس في واي، يعني في المحل بتاع واي تحرق زي اكس، ولا تسيب ده شغال زي ما هو، تمام، وتحرق جنب ده عشان ده جنبك حرق، ولا انت شايف ان الدنيا تبقى ماشيه زي ما هي يعني؟ انا كعبده اه، ابيع المحلين بسعر واحد، افضل ثابت على سعر، سعر واحد. بدليل ان انا الاستيتي بتاعتي بسعر واحد زي ما اللي هو هنزل لاكس، ولا هسيب السعر زي ما لا، هسيب هو؟ السعر زي ما هو. هسيب السعر زي ما هو، مع ان هسيب انت طالع السعر زي عليك ما هو. اشاعه ان انت اللي بتحرق المنتجات. ظلم يا صاحبي. ظلم. هقول لك على حاجه. هات لي منتج انا حرقته باستثناء منتج واحد، وكان له ظروفه والناس كلها عارفاه. ماشي، يعني انت بتتكلم ان في المجمل انت كان منتج لظرف معين، ده ظرف لكن معين. انت كتاجر بتحب تكسب، فانت انا مش شغال هتحرق. عشان اكسب، اه. امم نازل من بيتنا الصبح عشان وجهة نظر، اكسب. وجهة نظر. بس برضه هرجع اقول لك الشركات بره، يعني خليني ما انقلكش صورة الكلام اللي جوه مصر. لا، انا شايف ان الشركات بره بتقول ان انت بتحرق بره، ماليش دعوه هنا بقى. تفتكر ليه؟ مين بيبلغ عنك هناك؟ اعداء النجاح يا صاحبي. اعداء النجاح كتير. طول ما في شكاوى منك، طول ما انت ماشي صح. مش قوي يعني، طول ما انا موجود يعني. انا واصله لي الفكره. انا مثلا واصله لي الفكره. النهارده الناس بتشتكي مني، بعمل اوردرات، بدخل بضاعه، ببيع، برجع تاني اعمل اوردرات، انا كده ماشي صح. صح. مم. انت بتشتكي مني، اولا انا مش بتاع حرق. مم. انا اول واحد قلت للناس المستوردين اللي احنا نظبط مع بعض ونقعد مع بعض ونحط سيستم. ما انتوا قعدتوا في الاخر ما حصلش حاجه؟ لا، ما عدناش. ما قعدتوش؟ ما انا عدناش. سمعت ان كان في قعده كده. لا لا، ما عدناش. مم. ممكن شادي مستورد، في 100 واحد تاني مستورد، مم. انا وشادي نسقنا مع بعض، طب مم. والباقي ايه؟ صح. لازم ومن برنامج هذا أدعو كل المستوردين للجلوس على هذه الطاولة، يمكن نلاقي حل. بالظبط. سمعتها على فكرة. هنخش على تاني فقرة من فقرات برنامجنا، وهي صح أو غلط. هل أنت كمستورد شايف إن الفيب اندستري، التجارة دي، بتكسب ولا لأ؟ بتكسب بتكسب. طبعا. طيب، شايف ان الليكويد المصري بيكسب ولا لا؟ بيكسب طبعا. طب والليكويد البريميوم؟ بيكسب اكتر. بيكسب اكتر، مع ان انا وجهة نظري العكس. الليكويد البريميوم عدد قليل، عدد قليل بمكسب كتير. لكن الليكويد المصري عدد كبير بمكسب قليل. اقل، بيبيع فتيجي اكتر، وبيبيع بفلوس اكتر، اكتر. فتيجي مم. تبص تلاقي في الاخر ان هو كسب. فرق المجهود بقى، دي فرق آه. المجهود. يعني انت مثلا بتعمل هنا مجهود عامل ازاي؟ مم. بتبيع مثلا 100,000 ازازه، مم. ممكن تعوضهم في البريميوم ب 20، مم. نفس المكسب. شايف الصناعة دي هتكمل؟ هتكمل، لان فئه اليوزر بتاعها اغلبيته اللي هم المدخنين الجداد، مم. اللي هم الشباب اللي لسه طالعه. شايف ان السوبر كول هيكمل، وخاصة ان هو ترند؟ لا، مش عارف، ما اظنش، لان في حرب عليه، على السوبر كول. هل الفيب يسبب سرطان الفشار او البوب كورن لانج؟ حمله ومعموله على الفيب، حملة عشان بدأ سوق الفيب على مستوى العالم يكبر. بص، انا الكلمة دي يعني المعلومة دي منك انت هتفرق لسبب، لان انت جاي من التوباكو اندستري، فانت هتبقى احتكيت اكتر من اي حد في الفيب اندستري بالعالم ده، فعندك الخلفية التسويقية بتاعتهم. فهل انت شايف ان دي مواد دعائية هما بيعملوها عشان يضربوا الفيب؟ ده حقيقي. لو شايف ابنك
في سن المراهقة 18 سنة يعني بدأ يدخن، خلاص أمر واقع هو بيدخن، تنصحه بالفيب ولا بالسجاير التقليدية؟ لا، بالبيت. بالفيب. هل ده عشان انت على يقين ان هو اقل ضررا؟ هل انت مقتنع بالموضوع بنسبة 100%؟ مقتنع بيه بنسبة 100%. مم. ولا تمنعه خالص؟ لا، هو انا هحاول طبعا امنعه خالص، مم. بس لو لقيته هو مستمر لا انصحه بالبيت. مم. لانه ده سؤال انا سألته في معرض دبي، وسألته لدكاترة ومتخصصين كان في حاضر دكاترة من لندن، وكانت الخناقة يعني حصل خناقة بسبب السؤال ده، ولكن كان تحت ال 18 سنة، يعني كان السؤال للناس اللي تحت 18 سنة. فاحنا يعني المجتمع الميدل ايست عامة مختلف شوية عن المجتمع الأوروبي أو الإنجليزي أو الأمريكي حتى. احنا هنا بنحاول ناخد بالنا من عيالنا شوية لحد سن ال 18، وبعد كده هو كده كده هيفلت مني. فلو فزي ما عبده قال، ودي برضو نفس اجابتي فعلا، ان هو لو انا شفت ابني او حد من العيله في السن ده يعني بدأ يدخن التدخين العادي، لا انا هحاول ان انا اخليه يوقف خالص. ما قدرتش هوديه للفيب. وانا شايف ان دي حاجه لازم الاباء ياخدوا بالهم منها، لان انا بكلمك بمستندات من من لندن ويو كي. الاف دي اي عامه المنظمه العالميه للسرطان حتى نزلت الخبر ده، ان هو اقل ضررا من التدخين العادي. فيا جماعه احنا موجودين في الاندستري دي وفي الشغلانه دي لسبب واحد، ان هو اقل ضررا من التدخين العادي. فهو ده كان لنفسي الاول قبل ما يكون لغيري، وعشان افيد الناس بالتجربه اللي انا وصلت لها، ان هو فعلا اقل ضررا بناء على التجربه، بناء على الاستخدام، بناء عن واحده واحده بدات افهم، بدات اذاكر، بدات اقابل ناس. معلش يعني ايه اللي يجيب توباكو اندستري في الشغلانه بتاعتنا، غير ان هو برضو عنده حته انسانيه، ان هو 30 سنة. ده اقل ضررا، فانا عايز اروح له. 30 سنة توباكو. 30 سنه توباكو، عمر برضو يعني، من مده عمري. طويله من عمري. والآن مع فقرة، ودي فقرة ممتعة بالنسبة لي، فقرة قول الحق. قول ورايا، أقسم بالله قول الحق. قول. اقسم بالله اقول الحق. طيب أول سؤال هسأله لك في فقرة قول الحق. هل شايف إن ليك منافسين في السوق؟ كتير. زي مين؟ لا، شركات كبيرة. زي مين؟ شركات كبيرة وناس اقدم مني في السوق ده. مش عايز آه انسى حد، مش هقول زي مين عشان ما انساش حد. كده بتهرب. لا، مش بهرب، يعني الناس ماشي. كلها لها احترامها. طيب هل شايف ايه افضل جهاز في شركة يويل بالنسبة لك، وخاصة ان انت اوريدي بتشتغل مع الشركة؟ جي 4 برو الجي 4 برو الجديد الجديد. عالمي. آه شايف ان اوكسفا هتكمل في السوق؟ لا. لا. ده اجابة لو خطيرة. لو دي اجابة خطيرة. لو السبب اللي انا اقول لا، ها. لو ما عملوش كنترول على الاسعار، لو ما عملوش كنترول على الاسعار. واللي هو ما ظبطوش اتفاقياتهم مع المستوردين وتعاملوا مع المستوردين بشكل كويس. هل شايف ان اوكسفا ممكن تدي اكسكلوسيف لحد في السوق المصري؟ انا اتمنى ده، حتى لو مكان مش انا، وهو اكيد مش هيكون انا. ليه؟ لان انا معايا شركات تانية شغال عليها، هم لان عندهم انت ناس. بتحرق. لا، عمري ما بحرق. قول الحق. هات لي صنف انا بحرقه. لا، هات ماشي. حد يقول انا حرقت صنف الفلاني غير صنف واحد اللي قلت لك عليه في الاول. كان من شركة مين؟ قول الشركة. مالكش بس. دعوة. مش عايز الصنف، قول مالكش الشركة. دعوة. قول الشركة. مالكش ما هو دعوة. ده لا، حق مش يا هقول لك. اخوانا. ما انت مش ده سؤالك لما يجي ده السؤال. سؤالي. قول الحق. مش ده سؤالك. قول الحق. كان منتج في بداية شغل مع يويل. مع يويل. والمنتج ده بسبب اللي احنا عملناه اكتر منتج بيبيع في الشركة لحد النهارده.
مم. طيب سؤال تاني، شايف ان شركة ناس هترجع هترجع بقوة؟ هت- بقوة، لأن الناس وخاصة ده انا عايزة. عارف ان انت اول واحد جاب ناستي مصر، فيعني الفترة مش اول وآخر. واحد في أيوه عالم الفيب، أيوه ولكن أيوه. بعد اختفائها انت اول واحد بعد جاب منها. الجيل الجديد بتاعهم اللي هو مظبوط. الديسبو والحاجات اللي عملوها مظبوط. جديدة، أنا أول واحد. وإن شاء الله عاملين معاهم حاجات حلوة. ان شاء الله. هم أصلا عاملين حاجات حلوة. ده حقيقي. شفت في دبي حاجات مم. كويسة جدا. طيب عايز اسأله سؤال محرج، سؤال قوي. انت حاولت تهرب من الإجابة على المنافسين. سمي لي واحد يشكل خطر بالنسبة لشركة 3 ستار. بالنسبة لشركة 3 ستار، تمام. كاستيراد، كتوزيع، كمحلات. كاستيراد. كاستيراد، لا في كتير. واحد، سمي لي واحد. واحد. واحد انت شايفه خطر على الشركة، يعني لا شايف. الناس كلها كويسة. آه، كل واحد بيسعى لشغله. كل واحد بيحاول يطور من سمي شغله. واحد انت شايفه المنافس الأكبر ليك. في منافس انت شايف واحد كده شايفه، سمي واحد. شادي اصلا. ما بستوردش. لا مش كل واحد فينا عنده ادوات. كل واحد فينا عنده حاجه يعني انت شايف ان مفيش بتميزه. حد خطر على 3 ستار من الاخر، ده اللي انت عايز تقوله؟ لا 3 ستار ماشيه في طريقها. ايوه. ماشي، انا ماشي في طريقه، عامل بلان لنفسي. يعني انا من سنه زي مم. النهارده. لا طبعا. انا من سنه كنت فين والنهارده فين. انا مم. عامل بلان لنفسي، وعامل بلان لشركتي وبلان لشغلي. وده على بس رأي أحمد سعد، شوف أنت عامل إيه وأنا عامل إيه. والله العظيم. طيب ها، أنت مش هتسمي برضه. هبقى هبقى بظلم ناس. تظلم ناس إيه؟ أنا بقول لك شو، سمي لي واحد منافس أنت شايفه. ان هو في اكتر من منافس، واحد. والناس كلها ما شاء الله عليها يعني مين أكتر بتطور. واحد بينافسك في أوكسفا؟ انا انا تقريبا التالت او الرابع في اوكسفا يعني. أيوه، مين أكتر واحد أنت شايفه بينافسك بيزرك يعني بيعمل لك أكيد في حد. يعني طبيعي، ما هو ده من ضمن أدوات المنافسة، إن أنا أزرك عند الشركة عادي وأقعد أقول لهم لا هي دي مش منافسه. اللي يزر عند شركه، المنافسه في السوق. اه. يعني انت عايز تنافس، نافس في ما السوق، انا نافس انت في الماركت. بتحرق، فانا لازم اشوف لها كبير، فبرجع للشركه. فين اللي بيحرق؟ لو حد ثبت ان انا بحرق حاجه من اوكسفا، انا مش هشتغل مع الشركه تاني. عندي استعداد ما اشتغلش مع الشركه، اخد منه على الارض. اللي هيثبت ان انا حرقت حاجه من اوكسفا هاخد منه على الارض، مش هستوردها. ما عادي، ممكن اجيب لك سكرين شوت للليسته بتاعتك اوكي. هتلاقيني قديمه. اغلى ليست في اوكسفورد بالذات. وده بدليل لما احنا كنا في اخر ايفنت كنا عايزين نعمل عروض على اوكسفا. انا بحترم الناس، امم. بحترم الشركات كلها، وبحترم الموزعين كلها، بحترم المستوردين كلهم. امم. بدليل لما احنا كنا عايزين نعمل عروض على اوكسفا، جبنا الشخص بتاع اوكسفا، قلنا له احنا عايزين نعمل عروض على اوكسفا، هل ده هيضايقك؟ قال لي لا ما ينفعش تعمل عروض لان الاسعار فيها مشاكل. فاحترمته، ما عملتش حاجه على اوكسفا. امم. حصل ولا ما حصلش؟ مظبوط. بس لو قلت لك سمي لي، السؤال ده حساس، ليكويد مصري شايفه توب بيبي ستيشن فيب ستيشن. كارقام بيع، وكاليوزر بتاعه بيستناه. امم. حتى لما بيبقى مش متواجد اليوزر بتاعه بيستناه. طيب ولو قلنا ده في الليكويد المحلي، في الليكويد البريميوم، سمي لي واحد. واحد. كفروتس ولا توباكو؟ مين في التوباكو ومين في الفروتس؟ في سمي واحد في الفروتس. التوباكو وسمي واحد في الفروتس. في التوباكو فيجا. في جد. ثابت مكانه بقاله من بداية السودا. صح. ثابت في بيعه صح. وثابت في شغله، مش ترند. صح 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 فترة صح. وقطع. صح، انا شهادتي مجروحه في مم. الحته دي، بس لا انا ده حقيقي يعني. انا بقول حقيقي. في الفروتس. طوكيو. طوكيو. مم. اعلى بيع دلوقتي في السوق. مم. مم. مين افضل كيت، مع ان احنا عارفين ان عالم المدات قل استخدامه، ولكن قل. ستيل في افضل كيت. طب ما انا ممكن اقول لك حاجة في الهاي اند، اللي يعني هو السلم، السلمة. الدي ان ايه، فوفو.
ده اللي هو ايه، لوست فيب؟ لوست فيب. جامد. السؤال ده الاقوى بقى، افضل ديسبوزبل انت شايفه الفتره الجايه؟ محتار. امم في كذا شركه منزله حاجات سافله. سمي واحد. لا، ممكن اسمي 2. لا واحد، ما هي لازم تبقى صعبه. يعني انا شفت اوكسبار، ماشي. اللي هو انت بتكنترول كل حاجه. ده حقيقي. فليفر محترم، امم بطاريه محترمه، امم وانت بتكنترول سويت، السويتنر نيكوتين، والايس والنيكوتين، مظبوط. ايس. مظبوط. فشايف ده اكتر يعني ايه، وعامل كل حاجه. امم الناس دي عملوا كل حاجه من وجهه نظري. انا شايف كده ان احنا استعرضنا مع بعض تقريبا كل حاجه، حكينا حدوته 3 ستار وعرفنا هما مين. شفنا افضل الحاجات كتاجر وكمستورد، بالنسبه له هو حاططها استراتيجي للفتره الجايه، متقلدهوش. و واحب اختم هذه الحلقه طبعا بشكر عبده، شركه 3 ستار على تواجده معانا النهارده، واتمنى ان المعلومات اللي احنا من الطياره على استعرضناها. هنا. ايه؟ من الطياره على هنا. هو حرفيا جاي من الطياره على هنا. واتمنى ان احنا تكون استعرضنا مع بعض يعني مش هتهت ايه بس تريتشن من تريك الاوتي من ايه. اوكي. اختم لك. وكده نكون قفلنا. يا جدع اخلص. بس الجاموسه اللي ورا دي وبكده نكون ختمنا حلقة النهاردة. قولوا لي في الكومنتات حابين مين يكون معايا في الحلقة الجاية، إن شاء الله أقدر أجيبه لكم. كان معكم شادي أسلان وسعيد جمال والكوي.